المتعة من المعروف والبديهي، هل ذكر في الإسلام؟ الجواب نعم. هل ذكر زواج المتعة في الإسلام؟ الجواب نعم. زواج المتعة، هل يوجد آية قرآنية خصصت شيء اسمه زواج المتعة؟ الجواب لا. لا يوجد آية قرآنية خصصت شيء اسمه زواج المتعة. هل يوجد أحاديث تكلمت عن زواج المتعة؟ الجواب نعم، يوجد أحاديث تكلمت عن زواج المتعة. إذن البحث القرآني زواج المتعة ليس في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم عندما تحدث عن الزواج تحدث عن المحصنات المؤمنات، وأيضا قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن فريضة أجورهن فريضة، وهذا بمعنى المهر. لكن القرآن الكريم عندما تحدث عن الزواج تحدث قال فانكحوهن بإذن أهلهن، وأن الشيعة أصلا عندهم زواج المتعة ليس بإذن الأب ولا الأم، يصح من غير إذن الولي، وهذا أكبر دليل على أن زواج المتعة ليس موجودا في القرآن. لأن احنا لو سألنا الشيعي أنت يا شيعي تعتقد أن زواج المتعة موجود في القرآن؟ إن قال نعم، عندك زواج المتعة بلا ولي وبلا شهود، هل يوجد زواج في القرآن الكريم بلا ولي؟ لا، الله عز وجل قال فانكحوهن بإذن أهلهن. وأيضا وردت روايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهذه وردت ولي وشهود في بعض الروايات. الغرض المقصود، طيب هل زواج المتعة أبيح؟ نعم، أبيح في غزوة وحرم في غزوة، وهذه مسألة مهمة يا دكتور حسام، لأن المعممين يعتقدون أنهم غزوا الشيعة فأباحوا لهم المتعة. زواج المتعة أبيح في غزوة وحرم في غزوة. إذن هل معممين الشيعة غزوا عوام الشيعة حتى أباحوا لهم المتعة؟ النهاردة هنتكلم عن مسألة التحريم فقط يا دكتور حسام، وإن شاء الله. طيب قبل ما اتكلم بس عن مسألة التحريم يا شيخ هاشم، بعض المعممين أو بعض ما يسمون بأنفسهم محاورين، لما نفتح هذا الموضوع ملف زواج المتعة في عقيدة الشيعة يقولون بأن ما أنتم كمان يا سنة كان عندكم زواج المتعة، على ماذا يستندون في هذا الأمر؟ طيب احنا كان زواج المتعة ما احنا قلنا أبيح وحرم، وأهل السنة عقد الإجماع على التحريم، الروايات عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعقد الإجماع على التحريم. خلينا أقرأ عليك يا دكتور حسام بعض الإجماعات، لا أعطيك شيء، الإجماعات أنقل لك التواتر والإجماع في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وهذا طبعا لعبد الله بن عبد الرحمن البسام. ماذا يقول؟ يقول قال الشيخ صديق حسن خان في الروضة الندية، قال في شرح السنة اتفق العلماء على تحريم المتعة، والأحاديث في هذا متواترة، ورواية تحريمها إلى يوم القيامة هي الحجة في هذا الباب. نأتي إلى المتواتر، إلى تواتر تحريم المتعة. خذ عندك في كتاب ابن المنذر، قال الإمام ابن المنذر جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولهم يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وكذلك يقول الإمام القاضي عياض ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وقال الإمام الخطابي تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم. وقال الإمام القرطبي الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه. يبقى احنا كسنة نقلنا إجماع ابن المنذر، الخطابي، القاضي عياض، الإمام القرطبي،
هؤلاء كلهم أن قالوا أن المتعة أبيحت وحرمت، وهذا إجماع. طيب، فإحنا عندنا أهل السنة الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها إلى يوم القيامة. ده بالنسبة لرواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام النووي لما تكلم عن هذه المسألة قال يعني مش عمر كما يدعي الشيعة. لا، عندنا رد على الشبهات دي كسيد. عمر رضي الله عنه حرم المتعة بتحريم رسول الله. وعليكم السلام. صحيح. يا رسول. جاء في سنن ابن ماجه وصحح الرواية ابن حجر العسقلاني عن ابن عمر قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في المتعة 3 ثم حرمها إلى يوم القيامة. لا آتين برجل تمتع وكان محصنا إلا ورجمته. يعني سيدنا عمر حرمها بتحريم النبي. فدي عندنا رد عليها أيضا، رد على هذه الشبهة. وبعدين وردت روايات أنها حرمت في فتح مكة. لأجل ذلك الإمام النووي قال أن رواية تحريم مسألة تحريم المتعة الصحيح أنها حرمت 2 مرتين واستقر التحريم في فتح مكة. ده كلام الإمام النووي طبعا موجود. نعم، فإذا إحنا عندنا روايات التحريم وعندنا الإجماع على التحريم، كل شيء موجود. طب عند الشيعة الغريب والعجيب بقى دكتور حسام، هي دي المصيبة وهي دي الطمة الكبرى اللي عايزين الشيعة يجاوبونا عليها. لا، رواية في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي علي بن أبي طالب يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الأهلية. الإمام الرضا سأله رجل فقال يا إمام إني أجد المرأة فأتزوجها متعة فأنقلها من بلد إلى بلد. قال لا يجوز النكاح هذا وإنما يجوز النكاح الآخر. المجلس بعد ما صحح الرواية بدأ يرقع للمسألة ويقول أن الإمام قصد بالتحريم زواج المتعة تقية. من أين علم المجلس أن الإمام الرضا كان يكذب ويقول هذا الإمام الكلام تقية؟ حتى قال الطوسي والحر العاملي أن علي بن أبي طالب تحريمه للمتعة كان أيضا تقية. وتدري أين الفضيحة الكبرى يا دكتور حسام؟ أين؟ عندما المعصوم عند الشيعة أبو جعفر الباقر لما كان يناقش عبد الله بن سنان ويناقش في مسألة المتعة فقال إن الله والرسول أحلوا المتعة وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي حرم المتعة. فقال له ابن أبي عمير يا إمام أيسرك أن نساؤك وبناتك وبنات عمك يفعل يعني يتزوجن متعة؟ فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه. دكتور حسام، أنت عمال يا إمام تحارب لأجل أن تجعل المتعة حلال، ولما قال لك ترضها على أهل بيتك أعرض عنه أبو جعفر الباقر. وتدري أين المصيبة الكبرى؟ أن الشيعة روت روايات يحرم التمتع بأولاد الأئمة وأولاد السادة. المصيبة الأكبر أنهم ألفوا رسالة لرجل اسمه السيد شبر الموسوي وسماها حرمة التمتع بالفاطميات العلويات تنزيها لهن عن الرذالات. فلماذا وصفوا المتعة بالرذالات إذا كانت المتعة هي من دين العطرة وهي من تحليل العطرة؟ طبعا مسألة المتعة يا دكتور حسام أنا هاخدها على أجزاء لأن الموضوع طويل وكبير وخطير.